في حضن الجبال والواحات والقصور التاريخية، مدينة تسهر على تراث وطبيعة متميزتين. ورزازات، المدينة الهادئة، حطت رحالها كوصي على كنوز استهوت كبار هوليود. طبيعة ورزازات ومحيطها أشبه ما يكون بلوحة فنية تتشابك فيها كل خطوط الجمال والألوان. على مدخل مدينة ورزازات ينتصب عدد من استوديوهات سينمائية كانت مسرحاً لتصوير مجموعة هامة من الأفلام العالمية المتألقة. نحن الآن نتواجد في ورزازات، جوهرة المغرب الشرقي. ورزازات التي تتوفر على مؤهلات قل نظرها على الصعيد العالمي، اللي كتلعب في هذا قطاعي السينما والسياحة، يعتبران رواد التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ورزازات اللي تعتبر هوليود أفريقيا، تم بها تصوير مجموعة من الأفلام، إنتاج وطني ولا إنتاج دولي، من طرف مجموعة من المخرجين لهم خبرة قوية. وسط مدينة ورزازات وفي الجهة المقابلة لقصبة توريرت الشهيرة يقع متحف السينما، فضاء يوثق لحاضرة سينمائية وضعت رجليها الاثنتين بتبات على خارطة السينما العالمية، وشاهد على مجموعة من الأعمال الفنية الكبيرة التي تألقت على الشاشة الفضية. مرحبا بكم في أحضان هذا المتحف الذي تم افتتاحه بتاريخ 30 يوليوز 2007 بمناسبة عيد العرش المجيد. هذا المتحف اللي أولا الموقع ديالو استراتيجي في المدينة، واللي يعتبر قبلة للسياح وقبلة للمخرجين السينمائيين من أجل الإنتاج السينمائي، واللي هو حاليا مبني على واحد المساحة تقدر بجوج الهكتارات، وتم إنشاؤه من طرف مخرجين إيطاليين في 1981 كاستوديو السينما اللي كيتم فيه تصوير تقريبا الأفلام الوثائقية. من بعد غادروا هذوك المنتجين السينمائيين، المخرجين السينمائيين اللي عملوا على إنجازه، وفكرت السلطات الإقليمية في تحويله إلى متحف السينما. في ورزازات مكان واحد يأخذك في جولة تاريخية عبر العالم والعصور والحضارات، جولة تختصر حقباً متعددة أثارت اهتمام مبدع العالم السينمائي، وجسدوها بتفاصيلها في أعمالهم وتركوا بصمات في متحف السينما. متحف السينما اللي كيلعب واحد 3 أدوار: أولاً متحف، ثانياً استوديو ديال التصوير السينمائي، وثالثاً فضاء ديال التنشيط. كيستقبل السواح حوالي أكثر تقريبا من 60,000 ديال السائحات سنويا، ويستقبل حتى المخرجين السينمائيين اللي عندهم رغبة في إنتاج الأفلام الوثائقية بالدرجة الأولى. هنا بالضبط، وخاصة الإيطاليين كانوا صوروا هنا الأفلام ديال لا بيبل، الأفلام ديال أبراهام، جاكوب، جوزيف، ماريا مادالينا، ديال سامسون دليلة، ديال موسى، واحد العدد ديال الأفلام ديال لا بيبل. ما أن تتجاوز بوابة متحف السينما وتتقدم خطوات داخل بهو المتحف حتى تشعر كأن الزمان أخذك في رحلة إلى حقب متنوعة وحضارات قديمة. المتحف ذاكرة حية لتاريخ السينما بالإقليم، ويلعب أيضاً دوره الأصلي كبلاطو تصوير.
حينها ولمدة الأسابيع التي يستغرقها التصوير يتوقف المتحف عن استقبال زواره، ثم يعود من جديد لفتح أبوابه أمام الشغوفين بعوالم السينما وللزوار. وكي كتعرفوا المتحف كفضاء للزيارة وكذلك فضاء لتصوير أفلام، وفي الوقت فاش كيكونوا الأفلام كيتصوروا داخل الديكورات ديال المتحف كيتم توقيف الزيارة لمدة معينة التي كيتطلبها التصوير ديال الأفلام. أن كنوضعوا المتحف رهن المخرجين السينمائيين الصور الوطنيين والدوليين، شريطة نكون كتكون عندهم ترخيص من طرف سسام في الوقت اللي كيكون عرض من طرف مخرج سينمائي وطني ولا دولي، كتكون هناك واحد الاتفاقيه مبرمه بين الجمعيه والشركه اللي باغيه سميتو التصوير في المتحف. وكان كاين هناك العقد شريطه متعاقدين كنتفقوا معهم على اساس بانه يمكن له يوظف الباحات ديال اللي متواجدين في المتحف شريطه انها اذا كانت في مصلحه المتحف ومصلحه الزوار كتبقى ملك الجمعيه، والا كيرد لو ديكور كما لقاه النهار الاول. متحف السينما بورزازات يعتبر جزءاً مهماً من الموروث الثقافي المحلي والوطني، يلعب دوره في تعزيز الإشعاع الثقافي والسياحي بالإقليم، ويوفر أيضاً ديكورات للإنتاج السينمائي التي تعكس روح التعايش والتسامح الديني الذي يعرفه المغرب. هذا الفضاء هذا محراب كتقسموا جميع الديانات، او اذا كانت الانتاجات اسلاميه تستغلوا وكنستغلوا كمحراب للمسجد، اذا كانت الانتاجات مرتبطه بالديانه المسيحيه كاينه الكنيسه، اذا كان الفضاء مخصص لانتاجات مرتبطه بالديانه اليهوديه كاين الشمعدون اللي كيرمز للديانه اليهوديه. فضاءات متحف السينما تدخل الزائر عوالم أعمال سينمائية أغنت الشاشة الفضية، حصدت الجوائز وتركت بصماتها في عالم الفن السابع. نتوغل في المتحف ويستقبلنا فضاء ضخم، أبواب مزينة بنقوش، نسر يتربع على حافة السقف، أعمدة متراصة بانتظام على الجوانب، ويتوسط هذه القاعة الفسيحة كرسي عرش الملك سليمان. هذا الديكور هذا هو عبارة على تنسميه قاعة العرش نسبة إلى عرش سليمان سيدنا سليمان، ومن بين الديكورات الرسمية بالمتحف تم تصوير فيلم سولومون عند شيبا في هذا الفضاء. هذا يستغرق الوقت تقريبا لبناء مثل هذه الديكورات ما بين 3 إلى 4 أسابيع. هو عبارة على بوليستيرين تم فبركته من البوليستيرين، أو ديكورات مبنية بالقصب والجبس. هذه القاعة تعد أيضاً فضاءً للتنشيط تنظم بها الحفلات الاختتامية للقاءات العلمية والفنية والثقافية التي تشهدها المدينة. ديكور قاعة العرش هاته كل شيء فيه من الكرتون والجبس والقصب،
تدق الجدار فتسمع صدى يتردد في الفضاء الفارغ. الديكور وهذه البنايات هذه تم بناؤها من طرف حرفيين ومهنيين من محليين، يعني مغاربه ومحليين من ورزازات، الذين اكتسبوا تجربه مهمه في بناء مثل هذه الديكورات، نظرا لاحتكاكهم مع حرفيين وتقنيين اجانب ايطاليين او من جنسيات اخرى اشتغلت بالمتحف. ديك الساعه كيجيو الطليانيين كيعيطوا لواحد العدد ديال النجاره، القباصه، الحداده، الخرازه والخياطه. كيعيطوا على الناس اللي هما عاديين في المجتمع ديالنا، كيديروا هذه المهنه هذه عاديه في المحلات ديالهم. من بعد ملي بداو مع الطليان ولاو تعلموا واحد المهنه اللي هي المهنه ديال السينما، التقنيات ديالها، وبالفضل ديال الايطاليين اللي كانوا هنايا، وخاصه باولو بيجيتي اللي هو ارشيتكت كبير معروف في ايطاليا، جا دار واحد العدد ديال التصاميم ديكورات سينمائيه في هذا المتحف ماشي سهل. صناعة السينما بمدينة ورزازات هي مصدر للسياحة ومصدر دخل للممثلين المساعدين والكومبارس، إضافة إلى مورد عيش لعدد كبير من الحرفيين المهرة يساهمون في تشييد الديكورات. مجموعة هامة من الديكورات والتصاميم والإكسسوارات تؤتت ممرات وبهو المتحف، وتشهد على أعمال سينمائية صورت بهذا المكان المثقل بالذكريات. الناس اللي كانوا معنا في المونتاج ديال تنجارت وديال تسباقت وديال تسميتو، كاينين نصارى وكان سميتو ويني، الاكثريه مغاربه، لا في الكبس لا في تنجارت لا في البروبس لا في جميع كل شيء. خدام من 94 حتى 2003 مع اصحاب الفيلم، وملي مشاو في اصحاب الفيلم في 2003 شدوني اصحاب المتحف، وليت انا اللي مسؤول على الترميم ديال هذا الشيء. كنتبع هذا الشيء ديال الترميم، القابس، تنجار. متحف السينما يضطلع بدور هام في الحفاظ على الذاكرة السينمائية، وهذا يتطلب عملاً جباراً في صيانة وترميم ديكوراته. خلفيات التصوير هاته تبدو للوهلة الأولى صلبة متماسكة، إلا أنها هشة سريعة التلف. هذا الشيء اللي كيبان لك راه غير كل شيء ديكور غير ديال سميتو تنجارت وتكباست ولا ريزين وتسباخت، هو اللي كاين. شي حاجه ديال السيما راه ما كايناش. نقولوا في المثال البلاصه فيه سيمانه او 15 يوم ديال التورناج، تتكون فيه 3 شهور بحال هكاك ديال لا كونستركسيون، تنجارت، تسباخت، القابس الى اخره، بروبس، جميع المسائل تدوز ديك السيمانه ديال التورناج. هالبلاصه مشات. قطاع السينما منح ورزازات إمكانيات بشرية مؤهلة في مجال صناعة الديكور، وكذا الأزياء والتقنيات المرتبطة بالتصوير. حرفيون مهرة يتقنون عدة لغات، ما يسهل تواصل المنتجين والمخرجين معهم. والمتحف يعد مدرسة تخرج منها عدة تقنيين وحرفيين أصبحوا رواداً في مجالات تخصصاتهم ونقلوا خبراتهم خارج أرض الوطن. هذا المتحف هذا مدرسة بالنسبة لي وبالنسبة لواحد العدد التقنيين اللي كاينين في ورزازات، واحد العدد ديال الحوايج، وبالفضل ديالهم وبالفضل ديال هذا المكان هذا عندنا واحد العدد ديال التقنيين في ورزازات اللي هما ولاو كيخدموا مع افلام كبيره، افلام امريكيه، افلام اجنبيه، كيخدموا في جميع المدن في المغرب وحتى على برا ديال المغرب. كاين الدراري اللي مشاو لتونس، كاين اللي مشاو للجزائر، كاين اللي مشاو لمالطا، كاين اللي مشاو لاسبانيا، ومشاو كحرفيين ديال هذا الميدان هذا. قاعات متحف السينما احتضنت تصوير عدد من الأفلام العالمية
بهذه القاعة الفخمة تم تصوير مجموعة من المشاهد كمحكمة للجن، وأيضا تم استغلالها لتصوير البرلمان الروماني. هذه القاعة هذه وهذا الديكور هذا مخصص اللي كتسموه قاعة المحكمة أو البرلمان الروماني، حيث تم قتل قيصر جوليوس سيزار وسط هذه المحكمة. من بين الأجنحة الأولية في المتحف السجن، خلفية تصوير لعدد هام من الأفلام المرتبطة بالديانة اليهودية والمسيحية، صور بها أيضا فيلم المصارع الجلادياتور، وتم استغلال ديكور السجن في تصوير إنتاجات وطنية منها سلسلة حديدان. فضاء السجن بمتحف السينما يضم عددا من الزنزانات المظلمة، سراديب تقودنا إلى أماكن التعذيب، ديكور مثقن من الجبس والقضبان الخشبية والسلاسل الحديدية. بالنسبة لهذا الديكور هذا ديكور كنسميوه السجن ولا الجايل، وعرف تصوير عدد من الأفلام المرتبطة بالديانة المسيحية واليهودية، كفيلم جيزي ان ذا شادو اوف ذا لورد، أو غويسيبي عند ماريا مادالينا، هادو دي تورناج اللي تورناو في التسعينات. كما تم استغلال هذا الفضاء لتصوير فيلم غلادياتور أي المصارع لمنتجه ريدلي سكوت. وهذا الديكور هذا وهذا الجناح تعتبر من بين الأجنحة الأولية اللي كانت في استديو قديما. متحف السينما الذي كان للمهندسين الإيطاليين دورا كبيرا في إنشائه سنة 1982 يضم مستشفى، وهو قاعة صورت بها مشاهد من عدة أفلام ارتبطت بقصص الأنبياء في الإنجيل، كما تم استغلال هذا الفضاء كمكتبة ضمن إنتاجات أخرى، وتمت إضافة ديكورات جديدة كالخزانات والكتب وغيرها. هذا الديكور هذا كيتسمى المستشفى أو قاعة الاستشفاء، حيث تم تصوير عدد من الأفلام دائما المرتبطة بقصص الأنبياء، المرتبطة بالإنجيل بلا بيبل، مثلا بول اوف تارزيوس، غويدا عند توماسو، بول اوف تارزيوس، وعدد من الأفلام. إلى أنه تم استغلاله كذلك في تصوير مشاهد أفلام أخرى، أفلام مرتبطة بالحرب الأفغانية مثلا، كما تم اعتماد هذا الديكور هذا وتم استغلاله في مشاهد أخرى كمكتبة. في إطار تنويع الديكورات وإتاحة الفرصة للزوار للتعرف أكثر على الإنتاجات السينمائية التي صورت بالمتحف، نجد المغارة، ديكور ارتبط بالعديد من الأفلام من ضمنها فيلم ألكسندر آجا التلال لها عيون، وهو فيلم رعب حصد أرباحا كثيرة. كيرتبط هذا الديكور هذا ديال المغارة كيرتبط بعدد من الافلام اللي تم تقديمها وانتاجها كذلك بالمنطقه، كفيلم فيلم دوغور كفيلم دو هيلز هاف ايز لمنتجه ألكسندر آجا، الذي تم تصويره عبر مرحلتين سنة 2006 و 2007. جولتنا داخل متحف السينما تأخذنا إلى قاعة دائرية فخمة تتوسطها منصة بأدراج بها كرسي عرش، تحيط بالمنصة على جوانب القاعة مقاعد وبعض الخزانات رصت بها كتب. هذا المكان ذي السحر الأخاذ شهد تصوير عدة أفلام من ضمنها فيلم النمرود إيغود لو غران، أحد ملوك اليهود في العصور القديمة.
الآن كنتواجدوا في قاعة عروض كتسمى قاعة إيغود، وهنا تم تصوير دائما في إطار السلسلة الدينية لا بيبل. تم استغلال هذا الفضاء في تصوير فيلم لونفون دو بيتليم باغ اكزومبل وعدد من الأفلام. وإلا لاحظتوا الضخامة ديال الديكورات هي عبارة عن ديكورات جد هشة نظرا لطبيعتها، كتكون من القبص ومن القصب والجبس، وهذا كياخذ لنا وقت كبير في الترميم ديالها والاحتفاظ عليها. في إطار تنويع خلفيات التصوير وكذا التوثيق للأعمال السينمائية التي صورت بالمتحف، نجد قاعة علاء الدين صور بها كل من الفيلم الكوميدي الفرنسي علاء الدين 1 وعلاء الدين 2. دائما في إطار تنويع الديكورات وتنويع المشاهد بالنسبة للزوار، هذه القاعة هذه تم تصوير فيلم علاء الدين علادان 1 وعلادان 2 من إنتاج فرنسي في هذه القاعة هذه، وتم الحفاظ بهذه الديكورات دائما لتأتيت الفضاءات المتعددة بالمتحف في إطار التوثيق وتأريخ الإنتاجات السينمائية التي مرت بفضاء هذا المتحف هذا. بفضل طقسها الجميل وطبيعتها المتنوعة ومستوى الإنارة الذي تتيحه شمسها الساطعة طوال السنة، أثارت ورزازات اهتمام نجوم السينما العالميين. متحف السينما يمنح لزواره فرصة للتعرف على مجموعة من الأفلام العالمية التي صورت بهوليود أفريقيا ورزازات. ممر به ملصقات لأشهر هذه الأفلام معروضة حسب ترتيب كرونولوجي. مدينة ورزازات والنواحي ديالها كتعتبر قبلة للإنتاجات السينمائية العالمية وللإنتاجات الوطنية كذلك. وهذا الفضاء هذا كيتميز بعدد ديال الملصقات ديال الافلام التي تم انتاجها بورزازات، افلام عالميه بدءا بفيلم لورانس ضرابي لورانس العرب، وافلام من مختلف الجنسيات، افلام كبيره وعالميه جدا مثل هيدالغو، كينغدوم اوف هيفن، صحراء كما ترون، انديجين من انتاج مشترك فرنسي وبلجيكي. وهذا الفضاء هذا تم تخصيصه لتأريخ كرونولوجي لعدد من الأفلام العالمية التي تم تصويرها بالمنطقة. بهو المتحف وممراته الخارجية تقدم لزواره مجموعة من القطع والديكورات من عربات، تماثيل وغيرها، نماذج للإبداع وشاهد على إنتاجات سينمائية صورت بالمنطقة. كذلك تم تأتيت الممرات وبهو المتحف بعدد من الديكورات والعربات المصرية والرومانية، لي بالونكا إيجيبسيان دي شاريو رومان، وذلك لإعطاء رونق وجمالية لهذا الفضاء، وكذلك في إطار تاريخ هذه الحقبة والمجموعة من الأفلام اللي تم تصويرها في هذا الفضاء. غرفة آسيا زوجة فرعون جناح ضمن أروقة المتحف يرحل بنا إلى زمن الفراعنة، يضم سريراً فخماً بأغطية من المخمل الأحمر وستائر شفافة وعدداً من الكراسي. هذا الفضاء كان مسرحاً لتصوير عدد من الإنتاجات السينمائية، إلا أن المسؤولين عن المتحف حافظوا على تصميمه وشكله الأصلي نظراً لأهميته الفنية والتاريخية. هذه الغرفة هذه كنسميوها غرفة آسيا زوجة فرعون،
وتم استغلالها في تصوير عدة مشاهد مرتبطة بالحقبة الفرعونية، كما تم استغلالها كذلك في مشاهد أفلام أخرى. وكتشوفوا كتضم مجموعة من الكراسي والسرير الخاصين بالسيدة آسيا زوجة فرعون. قاعة هبات المركز السينمائي المغربي فضاء يضم مجموعة من المعدات والآلات المستعملة في تصوير وتوضيب وعرض الأعمال السينمائية. معروضات هذا الجناح هبات من المركز السينمائي قدمها للمتحف عند افتتاحه، وتضم كاميرات وأجهزة مونتاج وأجهزة صوت، وكذا معدات إضاءة وأجهزة لعرض الأفلام وغيرها من التقنيات، ومجموعة من المجسمات التي كانت تستعمل في الإنتاج السينمائي. هذه القاعة هذه تحتوي على عدد من المعدات السمعية البصرية القديمة التي تم تسخيرها في تصوير وإنتاج وتوضيب أفلام قديمة. وهذه المعدات هذه تم وضعها رهن إشارة متحف السينما بورزات من طرف المركز السينمائي المغربي مشكورا كهبة. المركز السينمائي المغربي اللي أعطانا واحد لو دون بعد افتتاح المتحف في 2007، واللي كيضم مجموعه من الالات اللي تستعمل في الانتاج السينمائي. كاين آلات تصوير، كاين آلات ديال الميكساج والاضاءه. يعرض المتحف تشكيلة من الأزياء والملابس المستعملة في أفلام صورت بالمنطقة، قطع تعود بنا إلى عصور الفراعنة، إلى عهد الرومان، وإلى فترات تاريخية بعيدة، ألبسة تألق بها نجوم السينما في أعمال خالدة. حلي ذهبية، تيجان، خودات وقبعات، بالإضافة إلى أسلحة قتال تقليدية من رماح ونبال ودروع من الجلد أو الجبس. جزء من هذه الملابس والأكسسوارات التي أثرت المجموعة المتحفية اقتنته جمعية المتحف، والجزء الآخر قدم لها كهبات من طرف سينمائيين بعد انتهائهم من تصوير أعمالهم. فضاءات المتحف بما فيها البهو والممرات زاخرة بحمولة ثقافية فنية، كل جنباته تقدم للزوار خلفيات تصوير توثق لأعمال سينمائية احتضنها المتحف، وتشهد على أعمال سينمائية أثرت المشهد الفني العالمي وإبداعات الفن السابع. الطليانيين راه مشاو، ولكن خلاو لنا واحد شي مآثر، نقدر نقولوا مآثر تاريخيه بالنسبه لنا، تحفه من التحف الجميله اللي عندنا في المغرب، ماشي غير في ورزات، في المغرب كامل. هذا الميوزي هذا متحف السينما بورزازات يبقى مفخرة محلية ووطنية، ومجال خصب لتطوير المهارات والمدارك والمعارف الفنية والثقافية، ويدخل كذلك في إطار تثمين العرض السياحي للمدينة. ورزازات هوليود إفريقيا تحتضن أكبر وأجمل الاستوديوهات الطبيعية في العالم، وتستقطب أشهر المخرجين السينمائيين لتصوير أعمالهم، والتي لقيت نجاحاً باهراً وحصدت جوائز قيمة. ورزازات تجمع ما لم يجمع في غيرها من المدن:
حاضرة اجتمع فيها التراث والسينما والتاريخ والطبيعة، وكذا النور والهدوء، ما جعلها عاصمة سينمائية بامتياز.